انا خسيت 80 كيلو، بالرغم من كده الصيام متقطع ما كانش هو السبب. الصيام متقطع كان ليه دور مهم جدا في حياتي. في الفيديو ده هقول لكم عن كل حاجه عن الصيام المتقطع، وهل تعملوه ولا ما تعملوهوش، وكل حاجه عايز تعرفها عن الصيام المتقطع هتبقى موجوده في الفيديو ده. يا ترى ازاي اعمل صيام متقطع صح؟ ايه افضل وجبه بعد الصيام؟ هل الصيام المتقطع بيخسس ولا لا؟ المسموح بيه اثناء الصيام، مميزات الصيام المتقطع، وايه هو اصلا نظام الصيام المتقطع. واخر نقطه هي اهم نقطه، وهي دي اللي هتحدد هل انت فعلا ينفع تعمل صيام متقطع ولا لا. فشوف الفيديو للاخر عشان النقطه دي هي اللي هتحدد اساسا كل البروسيس دي او كل الخطوات دي تمشي فيها ولا الموضوع ده مش ليك اصلا. خلينا الاول نسال نفسنا ايه هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده هو باختصار شديد جدا وبدون دخول في اي تفاصيل معقده، هو انك تاكل في عدد ساعات معينه وتصوم عن الاكل في عدد الساعات التاني. في انواع من الصيام المتقطع، يعني انت ممكن تصوم اللي هو الصيام الكامل اللي هو زي بتاع رمضان كده، اللي هو انت بتصوم اكل شرب كل حاجه بتصوم عنها. وفي النظام المشهور في العالم كله هو الصيام اللي انت بتصوم فيه عن الاكل واي حاجه فيها سعرات. بمعنى ان انت ينفع تشرب ميه، ينفع ان انت تشرب حاجات لونها شفاف زي اليانسون زي النعناع، وتشرب كافيين زي القهوه والشاي وزي النسكافيه بس من غير سكر ولبن. واللبن مش مسموح في الصيام المتقطع، مش مسموح في الصيام المتقطع اثناء وقت الصيام. طيب عدد الساعات المفروض ان انا اصومها. خليني اجاوبك على السؤال ده. احسن حاجه انك تصوم فوق ال 16 ساعه. هنا بيبتدي ان جسمك يشتغل بافضل صوره ليه عن الصيام المتقطع. لكن انت ممكن تبدا بالتدريج، يعني ممكن تبدا ان انت تصوم 12 ساعه، 13 ساعه، 14 ساعه، 15 ساعه، 16 ساعه، لحد ما توصل ل 17 ساعه. عدد ساعات النوم محسوب من ضمن الصيام بتاعك. هديك مثال، لو انت نايم الساعه 10 بالليل هتوقف اكل من الساعه 6 او 5 المغرب وتنام، وهتصحى مثلا وليكن الساعه 6، ما تاكلش الا الساعه 10 لحد الساعه 5 المغرب. يبقى انت كده تقريبا صمت 7 ساعات، ويبقى انت تقريبا كده صمت 17 ساعه وكلت في 7 ل 8 ساعات. هو ده الطريقه الاحسن، بس زي ما قلنا ان احنا نبدا بالتدريج عشان الموضوع ما يبقاش صعب وطف بالنسبه لك في الاول. زي ما كنت قلت لكم ان ايه الحاجات المسموح بيها اثناء الصيام. الحاجات اللي مسموح بيها اثناء الصيام احنا قلنا الميه، الشاي، القهوه، كل الحاجات دي. طب لو انا جوعت قوي 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 ممكن اخد ايه؟ لو انت جوعت قوي مش عايز ترفع الانسولين في جسمك، فانت ممكن تاخد شوربه عظم. شوربه العظم ما بترفعش الانسولين، شوربه العظم بتشبعك جدا جدا، فهتخليك ان انت تكمل عدد اكتر من غير اكل. فدي احسن حاجه ممكن تاخدها لو انت جعان جدا وفي نفس الوقت عايز تكمل على الصيام المتقطع. يا ترى ايه هي مميزات الصيام المتقطع اللي بتخلينا عايزين نعمل صيام متقطع اصلا؟ طيب خلينا نقول ان الصيام المتقطع بيخليك تحس بالشبع جدا 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 وبيسد نفسك. يعني انت كل ما بتزود عدد ساعات الصيام، وده اللي بيحصل معانا في رمضان، بتلاقي نفسك اتسدت. تاني حاجه الجروث هرمون بيرتفع جدا، وده المسؤول عن البناء العضلي، وهو في علاقه طرديه مع هرمون الانسولين، فبيبتدي هرمون الانسولين ينزل، فيبتدي ان انت تخزينك للدهون يقل، ويبتدي ان جسمك يتحول لمحرقه دهون، بيزود حرق الدهون في جسمك. ايه تاني الصيام المتقطع بيعمله؟ الصيام المتقطع بيقلل الالتهابات في جسمك. ده غير كمان ان الصيام المتقطع بيقلل الدهون في المناطق العنيده زي الكرش والاجناب. زي ما كنت اتكلمت معاكم في الحلقه اللي فاتت، تشيل الكرش بشكل نهائي. الحلقه دي مهمه جدا جدا، يا ريت تروح تشوفها عشان هتفرق معاك قوي قوي قوي، وهتفهم برضو فيها في الصيام المتقطع. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لان ده بيفرق معانا جدا جدا ان احنا نكمل سلسله الفيديوهات دي. طيب ايه تاني من مميزات الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع بينظم لك يومك، بيخليك مش طول اليوم قاعد بتاكل، مش طول اليوم قاعد بتفكر في الاكل. انت خلاص انت عارف ان انت دلوقتي حتى لو انت جعان انت راجل صايم، انا مش هينفع اكل. اللاواعي بيخليك ان انت تاكل اقل بشكل كبير جدا جدا جدا. طب ايه تاني بيعمله الصيام المتقطع؟ بينظم الهضم، بيخلي قولونك يشتغل بشكل احسن، بس مش كل الناس، هنتكلم في الموضوع ده في اخر نقطه. طيب هل الصيام المتقطع بيخسس؟ الاجابه او لا. يعني ايه الاجابه او لا؟ الصيام المتقطع لوحده مش هيخسسك. القاعده الاساسيه عشان تخس لازم تكون بتاكل اقل من اللي جسمك بيحرقه. الصيام المتقطع هي اداه بتساعدك انك تنفذ استراتيجيه صح في الدايت. بمعنى انا دلوقتي قررت ان انا هعمل صيام متقطع، تمام؟ جيت بقى بعد ما خلصت ال 17 ساعه صيام قمت واكل بيتزا وبرجر وحليت بدونتس وكلت 3000 سعر حراري، وانا المفروض ان انا اخر اكل 2200. هتخن.
هتخن برغم ان انا صمت 17 ولو صمت 20 لو صمت 23 ساعه وكلت في الساعه دي اكتر من احتياج جسمي مش هخس. فالموضوع مش موضوع ان انا هعمل صيام متقطع وهنام كده وهخس، لا، الموضوع بيعتمد على انت بتاكل ايه اثناء الوقت اللي انت بتاكل فيه. طيب خلينا نروح لسؤال مهم قوي، ايه افضل وجبه بعد الصيام؟ ايه احسن وجبه انا ينفع اكلها بعد ما انا صمت؟ طيب خلينا نقول ان احنا محتاجين ان احنا نخلي الانسولين واطي لاكتر فتره ممكنه في اليوم. علشان نخلي الانسولين واطي لاكتر فتره ممكنه في اليوم لازم في الحاله دي ان احنا لما نيجي نفطر بحاجات هاي بروتين، هاي فاتس، هاي فايبرز، لو كارب. زي ايه؟ زي ما قلت لكم ممكن ناخد شوربه عظم، دي بدايه يومنا، وبعدين ناخد طبق سلطه كبير، وناخد بروتين زي الفراخ او اللحمه او السمك كميه كويسه جدا زي اللي جسمنا محتاجها، وناخد معاها شويه يعني نحط على الاكل ده زيت زيتون او ناخد مثلا كبشه مكسرات. كده انت فطرت احسن فطار واكتر فطار جسمك هيتقبله بعد ساعات الصيام. وتحافظ على حته ان انت شبعان طول الوقت، مش هتقعد تكريف. طب امتى تاكل كربوهيدرات؟ كل كربوهيدرات في الوجبه الثانيه وفي الوجبه الثالثه. يعني تعالى في وجبه اللي بعد ما كسرت بيها صيامك ابتدي دخل شويه كومبلكس كارب زي البطاطس زي الشوفان زي الرز، ودخل بروتين تاني ودهون تانية وخضار. يبقى دي كده الوجبه الثانيه. تعالى في الوجبه الثالثه ممكن بقى تاخد ايه؟ زبادي يوناني، شويه فاكهه ما تنفعش الانسولين قوي زي الفراوله زي الكيوي، كل الفاكهه دي ما بتنفعش الانسولين قوي. وممكن تزود في البروتين تاخد بيض مثلا كمان معاهم، فيبقى انت كده دخلت بروتين عالي قوي، دخلت فاتس محترمه، ودخلت فايبرز تشبعك، ودخلت كربوهيدرات تديك طاقه بس في نفس الوقت مش كربوهيدرات كتير قوي. فانت قدرت تستفاد بالصيام المتقطع انك كمان تعمل لو كارب. واوعدك انك لو طبقت الصيام المتقطع بالطريقه دي هتخس، يعني هتخس نو واي انك ما تخسش. انت استخدمت احسن تول او احسن اداه وهي الصيام المتقطع، كلت اقل من احتياج جسمك ومشيت على اللو كارب، هتخس يعني هتخس. طيب نيجي للسؤال المهم واللي قلت لك دي اهم حاجه ولازم تتفرج على الحلقه لاخرها، هل كل الناس ينفع تعمل صيام متقطع؟ 80 ل 90% ينفع من الناس تعمل صيام متقطع. في اتنين انا مش برجح ليهم ان هم يعملوا صيام متقطع. واحد حد بيعاني من اضطراب شديد في الاكل، وحته المنع في الاكل بالنسبه له بتخليه كريف اكتر وبيخليه عنده اضطرابات اكتر وبتخليه علاقته مع الاكل بايظه اكتر. فالشخص اللي عنده اكل عاطفي قوي 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 ممكن يبعد عن الصيام المتقطع طالما مش عارف ان هو يهندل حياته معاه. طيب تاني شخص هو الشخص اللي عنده ارتجاع مريء شديد وعنده مشاكل في المراره. الى حد ما ان انت تخلي جسمك ما فيهوش اكل او سوائل فتره طويله في اليوم بيبقى مش كويس خالص. يعني ممكن تعمله بس تعمل اللي هو فيه ميه وفيه شاي وفيه قهوه وفيه ينسون وفيه الكلام ده كله، بحيث ان انت جسمك ما يبقاش فاضي خالص. دول النوعين اللي انا مش برجح ليهم ان هم يعملوا صيام متقطع. لو انت مش من النوعين دول توكل على الله اعمل صيام متقطع، واكتب لي دلوقتي في الكومنتات انك هتبدا صيام متقطع بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، وتعالى كمان شهرين 3 قول لي وصلت لايه. استنوني الحلقه الجايه، سلام.